نعم، أؤكد لك رسميا أنه الاتحاد الجزائري البارحة قدم شكوى رسمية واحتجاج لدى الكاف، وذلك بعد معاينة بعض لقطات من مقابلتنا ضد بوركينا فاسو، حيث تعين أنه الحكم حرم المنتخب الوطني الجزائري من 3 ضربات جزاء صحيحة. والحقيقة تقال أن الشيء الغريب أنه حكم الفار كان دائما ينادي الحكم الرئيسي في لقطات بوركينا فاسو، بينما لقطات المنتخب الوطني كان يتغاضى عليها، وهذا شيء غير مقبول. الاستندات القانونية أننا قدمنا رسالة فيها كل التفاصيل بالدقائق، وقدمنا أيضا فيديو اللي هو أخذناه من التلفزيون الوطني الجزائري، وهم مشكورين الجماعة عندكم أعطونا بعض المقتطفات. ننتظر إن شاء الله الرد من لجنة التحكيم على هذه الشكوى. تابعت مقابلة موريتانيا وأنغولا خصيصا حتى أقدم هذه الشكوى، لأنه كانت عندي فرصة أن الأمين العام للكاف السيد فيرون كان متواجد هناك، وأعطيته الرسالة وأعطيته أيضا الفيديو، وكان فيه تجاوب إيجابي، حتى أنه كلم رئيس لجنة التحكيم أمامي وطلب منه أنه يعاود يحلل المقابلة. نعم. تابعونا على المواقع التالية: